السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا السيجار كيجي غزال ولذيذ ومحمر وطايب ومقرمش، واكيد ان شاء الله غادي يعجبكم ونال رضاكم. مقاديره بسيطه، ما فيهاش شي مقادير اللي هي كثيره وما فيهش جهد كبير. كيجي محمر ومعسل وطايب. ان شاء الله تعجبكم الوصفاتنا لرضاكم. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. غادي نحتاج لهم ان شاء الله. عندي هنايا خديت 1 كيلو الا ربع ديال كاوكاو، دهنتو شويه بالزيت ودرتو في الفران ديال الضو ولا الفران العادي، نخليوه حتى يتحمر مزيان وطحنوه. كيجي على هذا الشكل هذا، يكون مطحون مزيان. عندي هنا واحد سكر بنكهه زهره البرتقال، معلقه صغيره ديال القرفه عامره، 2 معالق كبار ديال بودره ديال السكر كلاصي، عندي شويه ديال الماء زهر، وعندي شويه ديال الزبده اللي ذوبت. دير واحد 2 معلقات كبار هانتوما بحال هكذايا صافي. وهذيك السكر بنكهه زهره البرتقال، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان حتى ينسجموا كاملين. انا غادي نخلط بيديا، غنضيف شويه ديال الماء زهر ونحرك هادشي مزيان نخلطو. من بعد ما خلطت الحشوه غادي نخليها على جنب. عندي هنايا الورقه، انا خديت الورقه الكبيره، غادي ناخذ واحد الجزء منها ونقطعها. من بعد ما قطعت الورقه كما قلت لكم على 4 صافي، غادي نبقى ناخذ بحال هكذا واحد الكويره. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت صافي، وغادي نبقى نحطها هكذايا صافي هكذا. صافي غادي نلف هكذايا الجوانب، وغادي ندير بحال هكذا. عندي هنا شويه ديال الدقيق اللي درته في الماء باش غادي نبقى نسد هاد السيجار صافي بحال هكذا صافي. ونسدهم، ضروري تسدوهم مزيان صافي. كيجي الشكل ديالهم بحال هكذايا نفس الطريقه. ونسد صافي، كيجي بحال هذا الشكل هذا. صافي نسدوها صافي وكنسدو. انا غادي نستمر على الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال السيجار ونرجع معكم باذن الله. من بعد ما كملت الكميه كامله ديال السيجار كما كتشوفوا، انا البنات راه داك الاولين درتهم في داك المربع ديال الورقه كبير. من بعد قطعت هذاك اللي قطعته على ربع، قطعته على نص، داك الربيع قطعته على النص ودرتهم بحال هكذايا، لان لقيت الاولين جاوني شويه كبابرين وانا نقطعهم على النص، جاوني صغارين بحال هكذايا وزويونين مقدودين. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نلقاو نقليوهم
ونكملوا باقي التحضيرات. عندي هنا المقله درت فيها شويه ديال الزيت وخليتها تسخن مزيان صافي. غادي نبقى نحط بشويه بشويه. عندي هنايا شويه ديال العسل، فاش غادي نعسل هاد السيجار. صافي من بعد ما تحمروا وغادي نهزهم مباشره نديرهم في العسل، ما تخليوهمش حتى يتحمروا بزاف يتحرقوا لكم باش ما يجيوكمش غالقين في اللون. صافي غادي ندير نعمر ثاني المقله. كما قلت لكم انا درتهم انايا في العسل، نخليهم يشربوا شويه العسل على ما طيب ليا ديك المقله الثانيه عاد نحيدهم. منين نسالي ان شاء الله في القليان ديال الكميه كامله نتلاقاو في طبق التقديم باذن الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال السيجار ديال كاوكاو اللي قدمت معكم اليوم. كما كتشوفوا غزال غزال ورائع وبنين في المذاق، والطيبيه ديالو على القياس. ما تحمروش بزاف البنات باش ما يجيكمش كحل، لان باقي غتعسلوه كيجيكم تيزيد يغمق اللون ديالو، كيجي بحال هكذايا محمر والطايب وزوين. انا غادي نمسح معكم وحده باش تشوفوا كي تجي غزال غزال البنات. هانتوما ومعسل ولذيذ وبنين. ان شاء الله تعجبكم الوصفات نال رضاكم. ما تبخلوش عليا باللايك الا عجبكم الفيديو وشفتوا القناه كتستحق. شجعوني باللايكات والاشتراك في القناه باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي ان شاء الله فضلا وليس امرا. كنشكر الناس الجداد اللي انضموا للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. ما نساش نشكر الناس القدام اللي معايا في القناه، كنقول لهم شكرا لكم على التعليق اللي كتخليو ليا. ان شاء الله يعجبكم الوصفات اللي كنقدم لكم. شكرا لكم على حسن المشاهده والى فيديو قادم باذن الله.